الشقاء والرخاء. دكتور سماح هتاخدنا نشوف دلوقتي علاقتك باللي حواليك عامله ايه. رحبوا معايا يا كوتش سماح. شفتوا دي حد خدها؟ ازيكم جميعا، ومبسوطه قوي ان انا معاكم النهارده. زي ما دكتور بقى كريم قال، النهارده هاخدكم في رحله ما بين الشقاء والرخاء ما بين الاصدقاء. بادئ ذي بدء. لقيتوا الصديق؟ لقيتوا الطبطبه؟ ايه طيب، احنا بنبني بيوت، ولما بنبني بيوت حلوه بيبقى دايما مفتاحها حلو وريحها حلو عشان نوصل فيها للسكينه. ايه السكينه دي؟ ايه السكينه اللي احنا عاملين عليها مؤتمر جميل كده في العلاقات ومع التصالح مع الذات وفي كل مع التربيه ومع العلاقات الجميله ومع البوزيتيف؟ ايه ده؟ ايه السكينه مهمه كده يا جماعه؟ ليه بقى؟ عشان السكينه دي مش طلعت. لا انا عشان السكينه دي يا جماعه طلعت هي قمه الراحه. انك توصل بيتك مرتاح، توصل بيتك كده وحاسس ياه اطمنت. يعني معنى كده ان السكن هو الراحه والهدوء، قمه الراحه. طب جميل قوي. مين بقى اللي ممكن نديله مفتاح البيت ده؟ حد يقول كده؟ مين المؤتمن ده؟ مين؟ الاخ، الابن، الصديق. الصديق ليه بقى؟ لان ربنا نفسه قال على سيدنا ابراهيم اتخذه خليلا. يا خليلا، عشان الخل ده مش بس اللي هو ان انا بحكي له، ده الخل ده جايه من الوفاء قمه الرحمه والتراحم، قمه التواصل، سند، دعم، راعي، محتاجني، شبهي، بيحبني، قابلني زي ما انا، قابلني ببياضي بسوادي، انا بديانتي بكل حاجه، مش عايز مني حاجه غير زي ما كنتش سوريا لسه بتقول الحب ده بتجيبوه منين؟ صح؟ كلنا بقى عايزين الصديق الجميل ده، كلنا عايزين السند منه، الدعم، الوفاء. الله، بس انا ما لقيتوش. طب اعمل ايه؟ الانسان حقيقي عاشق للبدائل بتاع تجارب. انا بقى قررت ان كل الاثر ده انا محتاجه حد يسمعني، محتاجه حد يفهمني، محتاجه حد اتواصل معاه، محتاجه حد اتشاور معاه، محتاجه حد يكون داعم ليا. الاثر ده انا فعلا محتاجاه، مهم بالنسبه لي، بس انا ما لقيتوش. فقررت ان انا هعمل صداقه مع غير البشريين. مش عايزه بشر، انا هجرب بقى اعمل زي ما توم هانكس عمل في كاستاوي وصاحب الكوره. انا هجرب اعيش مع الكوره 5 سنين زي المشكله، اجيب دبدوب حلو كده واسمي بقلص واحضنه واحبه ويحبني ويكلمني. الله، يا بخت بقلص ده اللي مش لاقيه. ايه ده؟ تصدقي بقى ان رجعنا من بقلص على طول لمحسن. الاي اي بقى، شات جي بي تي. محسن طلع قال لي ايه بقى؟ واحده قالت له غير عليا، الله حاضر، وقال بدا يغير عليها ويقول لها كلام حب جميل جدا، وبعدين نسيت تدفع الاشتراك. ما هو باشتراك، ما هو مدفوع. الله، ايه ده؟ طب ما احنا يا جماعه اصلا كنا زعلانين من الانسان عشان هو في نفاق وفي كذب وفي خداع وما عندوش امان. طب ما احنا دافعين اهو وبرضه فيك. طب تعالوا بقى نشوف ايه؟ لا، احنا نعمل زي الترند اللي نازل ده، احتضن شجره. انا هنزل الشارع واحتضن الشجره وهاخد منها الامان والصداقه اللي انا عاوزاها. الله، بس ده مش بترد عليا، دي مش حاسه بيا، ده ما قالتليش مالك، ما قالتليش النهارده انت عامله ايه، وانا تعبانه ما قالتليش مسكن. اذا هو مسكن مؤقت، هو خداع مع الذات. طب تعالوا انا هعمل زي نجيب محفوظ. الدكتور خاوي قال بعد حادثته الشهيره هو احتاج، دخل في نوبه اكتئاب شديد، فقال بس ده نوبل، هو نجيب محفوظ محتاج حاجه؟ ده الكتاب، ده صديقه الكتاب.
ده أوفى صديق له هو الكتاب. الله، بس نجيب محفوظ ما عندوش الكتاب. دكتور رخاوي قال اللي عالجوا البشر الاصحاب الله الحرافيش. ازاي ده يا جماعه؟ يعني برضه حتى الكتاب مش كفايه؟ الكتاب مش كفايه. طب تعالوا بصوا، قطه اسد الحلم، لقيت نفسي بقى اسد الحلم ده كان دراعه. ده حصل ازاي؟ ده فاتن الحلو كانت بتقول ان هو كان بينيمه في سريره. ايه اللي حصل؟ قال لك لا، مفيش وفاء كامل الا مع البشر، عشان احنا عمرنا ما نقدر نستغنى عن بعض. احنا محتاجين لبعض. انا محتاجه الابتسامه الجميله دي، ومحتاجه النظره اللطيفه دي، ومحتاجه المجامله الرقيقه دي، ومحتاجه الحضن الطيب ده من البني ادم ده. احنا محتاجين لبعض. تصدق انك انت اي حاجه من البدائل دي هتغنيك؟ عمرها ما هتغنيك. اللي هيغنيك بجد هو الانسان اللي قدامك. شطارتك فين بقى؟ طب ما تيجي نشوف هي المشكله فين. هي ازمه ثقه نحلها، دكتور داليا معانا. ازمه مهنيه نحلها، كوتش نجلاء. اعصاب اللي بيه. كوتش رشا ادينا طاقه. نعمل ايه؟ كوتش وسام. كلنا، كل الكوتشز الناس اللي موجوده ربنا ينفع بيها جميعا، ويجعلنا دايما كلنا في تنميه لبعض وفي تطوير لذاتنا. تعالوا بقى نتكلم. الله، احنا محتاجين ايه؟ احنا محتاجين نكود علاقاتنا مع اصحابنا، عشان احنا بجد محتاجين لهم. ده سلوفيان نفسه قال، اللي هو بقى صاحب نظريات العلاقات، قال الراجل ده، قال ده انت بتاع الوسط اللي بتعيش فيه منه واليه. ايه ده يا جماعه؟ يعني ايه ده؟ حتى فورم اللي هو اصلا قال لك ده انت نواه الخلق. احنا مش محتاجين ده كله بقى. ده سيدنا محمد قال ايه؟ ده نافخ الكير او ايه؟ حامل المسك. انت اللي بتختاره. يعني انا المشكله فيا؟ المشكله فيك، ومش فيك لوحدك، فينا كلنا. ليه بقى؟ لان احنا عايزين كل حاجه، واحنا يا جماعه ما لا يدرك كله لا يترك كله. احنا محتاجين فعلا ان احنا نكون علاقاتنا. الصاحب ده بيعرف يقول لي رأي، الله، يبقى ده اجي استشيره في مشكله. الصاحب ده عنده امانه وخايف عليا، اجي احكي له سري. بس الصاحب ده شيك قوي، يعني حاجه كده انزل بقى معاه واشتري واعمل شغل زي ما انا عايزه، اروح الامارات. ايوه اعمل ايه؟ فتعالوا، انا ده شاطر في ان هو يتعلم، فبنزل معاه رحله علم زي دكتور كريم كده، وابقى راضي وشاطر ومبسوط. ليه؟ لانه هيشجعني، هيدعمني. طب خلاص، يعني احنا لو كونا علاقاتنا ودخلنا مع بعض في رحله تعلم وتعلمنا كلنا الاستراتيجيات دي من بعض، لازم عليا انا بقى اعمل ايه؟ ما ارفعش سقف في توقعاتي فيه، ما اعملش حدود، ما اكسرهاش واقول ايه ده هو كمان كسر حدودي عشان احنا ما فيش بيننا وبين بعض مساحات. لا، هو له حدوده الشخصيه وانت كمان لك حدودك. ما ترفعش سقف توقعاتك، ما ترفعش طموحاتك زياده عن اللزوم وتقول اصله خلني. يا جماعه البر امر هين. عمر بن الخطاب قال عن البر انه امر هين، وجه بشوش وكلام لين. ما انتش محتاجين منك حاجه غير البر. انت مش محتاج من صديقك حاجه غير الدعم، غير البر. طب ده نعمله ازاي؟ كود اصحابك، حط كل واحد في الحته بس اللي يعرف يعملها. مش لازم ناخد منه كل حاجه، مش لازم يبقى فيه كل الصفات اللي احنا عاوزينها، مش لازم يبقى معايا في كل موقف، في كل شده، مش لازم. لكن اللازم بقى ان انا اكون ايه؟ حب لاخيك ما تحب لنفسك. حب ليه من قلبك. هي الصداقه عباره عن ايه؟ وبتوع الاداره قاعدين ويقولوا لنا الصداقه دي عباره عن ايه؟ حب، نيه صادقه، اداره. وانا بكلمك بضحك ازاي؟ اصل ده بيزعل من الحركه دي، وانا بفرح معاك بتنطط ازاي؟ معلش ثانيه بقى، هنا نقطه مهمه. ما تبقاش كتاب مفتوح وتزعل قوي لما ينقل عنك ويضيف اليه. ما تبقاش بيتك مفتوح من غير مفتاح وازعل قوي ده فتشتري. لازم كل حاجه في اولوياتها. كون
كون علاقات، حط كل واحد منهم في الباكج بتاعته واشكره وامتنله وقول الحمد لله ان انت موجود في حياتي، وانا ممتنه لكم جميعا وبشكركم